بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ وزير الاقتصاد الأخ رئيس الجمهورية لفت انتباهي اليوم لافتات أمام النائب العام. نزلت أشوف لأنه بيتكلم عن قضايا تجارية، نزلت أشوف وصلنا أنه هي قضية محمد حميد التي حصلت في رمضان، ونهبوا عليه 2 قوادر بالإكراه وشلوه لاحوش في جدر وما قدر يخرج شن، بالرغم أنه مشتري للبضاعة من عمان. والحمد لله بعد متابعة 4 أشهر استر يمسك الغرماء ودخلهم الحبس، واللي نهبوا واللي زقموا والذي توسطوا، والحمد لله القضاء أخذ مجراه. ولكن المفاجأة الكبرى عندما أتى القرار أن ينقلوهم إلى الاحتياطي يتدخل النائب العام. سمعنا القضية، جينا ندخل نكلم النائب العام، أنا أنور الحسيني الغرفة التجارية كذا كذا، هذا القضية كوني فاهم القضية أفهم بها. يقولوا لنا في البوابة في المكتب حقه قال لا يمكن أن يستقبل أي شكاوي إلا يوم الربوع ويوم السبت، يعني قد يفرج عن متهمين نهبوا بضاعة ب$400,000. طيب هذا التاجر كيف عاد يجي يستثمر هنا في اليمن؟ هذا هو معه بضاعة جاية من عمان، اشتراها من عمان وجمركها في الجمارك حق شحن، حق شحن، وبعدها دخلت وجمركها في نعم باسمه الشخصي، ودخلت لها جولة آي وتمنه بها بالطقوم أمام مرأة من الناس كامل. من عاد يجي يستثمر عندنا؟ من يبني المصانع ويجي يدي حقها المليارات؟ إذا ما قدرناش، إذا كانت التدخلات حق النائب العام على القضاء عضو النيابة أوامره أو القرار حقه قال ينتقلوا إلى الاحتياطي لو ما يحاسبوا الرجال أو يطوا بضاعته، والنائب العام قال يفرجوه بالضمان. ايش من هداء؟ اين حفظ حقوق المستثمر اليمني؟ كيف عاد بايقوا على الاستثمار عندنا هنا في اليمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.